ازيكم عاملين ايه؟ انا رينا سليمان من شركة يير هوم للخدمات العقارية. طبعا المنظر الجمالي ده هو في كومباوند ستون بارك. النهارده انا هقدم لكم فيلا بدون تشطيب تماما. الفيلا دي بتكون مباني حوالي 360 متر وارض 550 متر. الفيلا معايا بدون تشطيب تماما بس على المحارة، يعني في حاجات بتكون طوب احمر، وانا اللي معايا اللي هي على المحارة. طب انا ليه جايبه المنظر الجميل ده؟ لان انا البيت اللي انا بصوره النهارده زي ما انتوا شايفين كده، انا مشيت من عند البيت في نفس عدد الدقايق اللي ماشيه مع الفيديو لقيت حمام السباحه. فكنت حريصه جدا في اني اعرف المشتري المسافه بتكون قد ايه. طبعا ما حبيتش اقرب قوي لان طبعا في ملاك، فانا التزمت بالخصوصيه ليهم يعني. ولكن انا دلوقتي هرجع تاني من نفس الطريق. مش هجيب لكم البيت من مكان ما بركن العربيه وبدخل من عند البوابه، ده ما كانش حاجه تهمني قوي لانه زي اي بيت. لكن كان يهمني الجاردن بتشوف ايه. ده اللي كان مميز بالنسبه لي. الريسبشن بيشوف ايه، ده كان مميز بالنسبه لي ومميز كمان بالنسبه لاي عميل بيفكر انه يشتري. فخليكم معايا، احنا هنتمشى شويه في اللاندسكيب الخطير ده. وانا بصراحه لما رحت ستون بارك انا انبهرت باللاندسكيب، وده طبعا بحكم شغلي وبحكم ان انا بروح كومباوندز كتير قوي. بس لا يعني انبسطت جدا من اللاندسكيب. العنايه، الصيانه، الطرق اللي قدام البيوت عجباني بشكل مش طبيعي. انا مش بفضل قوي ان البيت يكون على حمام سباحه علشان الدوشه والاطفال والميه والحاجات دي كلها. بس غالبا انا كاذواق يعني انا بفضل جدا انه انا اكون على مساحات كبيره من الخضار اللي احنا شايفينه ده، اللون الاخضر ده، والنخل طبعا والزرع. بصوا انا كده راجعه، يعني خلاص انا كده وريتكم حمام السباحه، وريتكم المسافه. وبالظبط يا جماعه فعلا، لان انا كل فيديوهاتي من ارض الواقع، انك بالظبط بتمشي المسافه اللي في الفيديو البيت بتلاقيه في وش حضرتك. وهو البيت اللي هناك ده يعني انا كنتوا مش شايفيني بس انا بشاور عليه وانا بعمل الفيديو. الدفع كاش والاسلام فوري. وعشان نقدر نعرف السعر عندنا اكتر من طريقه. عندنا الويب سايت www.yourhome-eg.net. وعندنا اهم طريقه واحسن طريقه اسكرينا على 031 346 2 3 7. دي افضل طريقه. وعندنا ان احنا ممكن ناخد اسفل الفيديو مكتوب كلمه مشاركه او شير، حضرتك بتدوس عليها وتبعتها على نفس الرقم اللي انا قلته، بيترد عليك فورا بالسعر طبعا بعد ما نسالك عن الاسم. بصوا هي دي المسافه، ما عملتش اي حاجه. مساحه الجاردن معايا عجبني قوي ان الجاردن اعلى شويه من مستوى الشارع، حاجة بسطاني بشكل مش طبيعي، بتدي خصوصية جامدة جدا للملاك اللي عايشين فيها. ومساحة طبعا خطيرة. طبعا انا عندي 2 كريدور يمين وشمال. خلي بالكم في هنا شويه تفاصيل كده في البيت، زي الشباك اللي على اليمين ده احنا فتحناه، وده طبعا عشان يدي اناره اكتر للبيت، وانا عاده بحب البيوت المنوره. بالمناسبه ستون بارك ما فيهاش روف، يعني كل الفيلا فيها ارضي واول، ده كويس طبعا لانه السلم غالبا بياخد من المساحه، ومش دايما كل الناس بتحب 3 ادوار. يعني في ناس بتقول لا انا عايزه دورين. ده المطبخ طبعا. المطبخ يعني ليه باب كمان من بره الفيلا، بحيث انه لو في مربيه او حاجه تقدر تدخل وتخرج من غير ما تكشف الريسبشن. اللي على الشمال ده بيكون مكان الاسانسير. في ناس بتحتاجه، ناس كتيره جدا بيحتاجوه، لو ما مش يحتاجوه النهارده يحتاجوه بكره. بصوا انا حبيت اغير الاتجاه عشان تشوفوا الريسبشن قد ايه كبير، وقد ايه ان الشباك اللي اتفتح ده عمل اناره قويه جدا، لانه انا بحب النور الطبيعي بتاع ربنا، واعتقد ناس كتير ممكن تبقى زيي. الانوار الكتير مش بحب استخدمها كتير، فده كويس قوي في البيوت، وكمان بيعمل تهويه خطيره، والتهويه مهمه جدا في البيوت جدا. احنا شويه واقفين في الريسبشن بس كده عشان الناس تقدر بعيونها تقدر المساحه، لكن طبعا اللي محتاج اللي اوت هيبعت لنا يقول لنا احنا محتاجين اللي اوت، فهنبعتها له على طول، ما فيهاش اي مشكله.
انا بجيب بس مكان الاسانسير داخلين من البيت. هنا معايا حمام الضيوف، وقدام حمام الضيوف في مكان مساحة صغيرة لو هنحط فيه فوط، هنحط فيه حاجة، ايا كان بقى كل حد على حسب تشطيباته يعني. احلى حاجه، احلى حاجه ان انا عندي غرفه في الدور الارضي، لان بيجي لي ناس كتير جدا معاهم البابا معاهم الماما، ما عندهم ضيوف مش عايزين يكشفوهم على الدور الاول. فانا عندي غرفه بحمام في الدور الارضي، انا بسميها غرفه ضيوف، ولكن غالبا بتكون غرفه للاب او للام، لان السلم بيكون صعب عليهم. طيب احنا كده هنطلع الدور الاول، وزي ما اتفقنا انه احنا ما عندناش روف في ستون بارك كلها، ده مش اختراع رينا اللي عاملاه، ده مش موجود اصلا. طيب معايا هنا غرفة المعيشة، شوفوا قد ايه كبيرة واسعة. وهبتدي معاكم، ده طبعا مكان الاسانسير اللي على اليمين. دي بقى الغرفة الماستر سويت يا جماعة. من المساحة بهرتني، بسطتني. انا قليل قوي لما بنبسط يعني من البيوت اللي مش متشطبه، عشان انا دايما عندي مقوله بقولها انه البيت اللي مش متشطب هو حلو وهو مش متشطب. فلك ان تتخيل بعد ان شاء الله ما يتشطب هيكون احلى واحلى، يعني بيزيد جمال. تعالوا بقى نشوف الفيو اللي احنا كنا بنتمشى فيه مع بعض من فوق بقى. يعني بصوا، احلى حاجه في الفيديوهات ان انا من ارض الواقع، مفيش اي حاجه متفبركه خالص. بصوا شكل النخل، شكل الزرع، اللاندسكيب بسطني جدا جدا. المسافه بيني وبين الجار بعيده جدا، فده بيدي خصوصيه مش طبيعيه. بصوا غرفه كبيره ازاي، عامله ازاي يعني. دي مش بتاعت زي كل فيديوهات اقول ايه 3 و2 كومان وهنا يا جماعه دراسنج، دي بطريقه دي كنت بقول. لكن هنا الغرفه لا، الغرفه هنا ممكن تاخد كاوتش وتاخد يعني سرير وتعمل دراسنج، يعني قصدي يبقى فيها كمان قاعده، كمان فيها بلكونه. بصوا حتى بلكونه، يعني بلكونه مش حاجه مش هينفع يتحط فيها كراسي. انا دايما بحاول اقرب شكل اللاندسكيب لانه انا معجبه جدا بصراحه بالفيو، ومعجبه جدا بان بيني وبين الجار مسافه، بس طبيعي يكون على يميني جار وعلى شمالي جار، الكومباوند برضو مش بتاعي لوحدي يعني. طيب عايزين نخرج بقى من الغرفه الكبيره دي. فلما نيجي نخرج من الغرفه الكبيره هنلاقي انه قبل ما نخرج حمام بقى الماستر، يعني ده مش حمام بره الغرفه، ده داخل الغرفه بس، يعني مش مفتوح طبعا على الغرفه طبيعي يعني. وبنعدي مره كمان على غرفه المعيشه، وبعدين نشوف حمام تاني في نفس الدور ده، وبيكون معانا دي الغرفة لو عدينا بالغرفة اللي في الدور الأرضي هتبقى دي الغرفة التالتة. أوكي، ده مكان للدراسنج، أنا بشاور بس كده عليه. وبعدين هنا عندي الإطلالة شارع عادي، ولكن برضو قدامي بيني وبين الجار مسافة كبيرة جدا. وطبعا عندي مدخل للبيت ظريف قوي، ممكن يتعمل بالزرع الحلو، الإضاءات حاجة خطيرة يعني. أنا بحب المسافات ما بيني وبين ما بين الجار، يعني مش مهم يبقى جنبي بس ما يبقاش في وشي، يعني في وشي دي هتضايقني وهتجرح البيت جدا. ودي الغرفة الرابعة معايا. وعلى فكرة هنا كان في حمام واحنا كسرنا الحيطة، بس اللي عايز بقى يقفل الحيطة دي سهلة، لان المواسير هي واضحة بشكل كبير يعني. يبقى انا كده معايا 4 غرف نوم مغلقين، وتقريبا الاربعة بحمام. في منهم واحدة سويت دي الغرفة الأساسية، وغير غرفة المعيشة موجودة معايا. خلاص كده احنا خلصنا. ده كان البيت موجود معانا. محتاج اي تفاصيل اسكرينا على 031 346 2 3 7. رينا سليمان، شركة يرهم عقارات وبس. اشوفكم قريب، باي باي.